إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، القرآن الكريم كلام الله المنزل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول ربنا جل شأنه عن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يخبر الله تعالى عن شرف القرآن وجلالته، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يبشر المؤمنين الذين يقومون بفعل الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا مما أعده الله لهم في دار كرامته، مما لا يعلم وصفه إلا الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة، على الوعد والوعيد، على الترغيب والترهيب، ومشتمل أيضا على ذكر الأسباب التي تنال بها البشارة، وهي الإيمان والعمل الصالح، ومشتمل على الأسباب التي تستحق بها النذارة، وهي ضد ذلك، أي الكفر والجحود والعمل السيء. انتهى من تيسير الكريم الرحمن بتصرف. وقال الله عز وجل عن القرآن أيضا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لأحد، إنما ذلك للمؤمن. إن قال: ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإنما ذلك يكون للمؤمنين به المصدقين بآياته العاملين به. وأما الظالمون
بعدم التصديق به أو بعدم العمل به فلا تزيدهم آيات القرآن إلا خسارا إلا ضلالا، إذ به تقوم عليهم الحجة. والشفاء الذي يتحدث عنه القرآن يتضمن شفاء القلوب من الشبهات والجهالات والآراء الفاسدة والانحراف السيء، ويتضمن أيضا شفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. أيها الناس، ما أكثر من يقتني اليوم من المسلمين المصاحف ويضعها في زوايا البيت حتى يتراكم عليها الغبار ولا يتصفحها إلا في شهر رمضان، بل هناك من لا يمسها أبدا، يقتنيها للتجميل والتزويق. فأولئك ينطبق عليهم قول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر أنواع كما قال العلماء: هجر التلاوة، وهجر التدبر للقرآن، وهجر العمل به، وهجر الاستشفاء به. وربما ذكر العلماء أنواعا أخرى من الهجر لا أستحضرها الآن. أيها المسلمون، هنيئا لمن كانت له عناية بالقرآن تلاوة وعملا به وتدبرا له، هنيئا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقه ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. رواه أحمد وهو في الصحيح الجامع. وفي حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. والحديث صحيح. وأما من كان حافظا له معرضا عن العمل به فالويل له من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شافع مشفع يشفع في صاحبه الذي كان يعمل به، وماحل مصدق، ماحل معناه يجادل في غير مصلحة من كان معرضا عنه. ولذلك قال: شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والحديث في السلسلة الصحيحة. أيها المسلمون، هنيئا لامرئ داوم على تلاوة القرآن وجاهد نفسه ليتخلق بأخلاقه ولم يشتري بآياته ثمنا قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، يعني صاحب القرآن الذي كان يقرأه ويعمل به، حله زينه جمله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقول اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وهو في الصحيح الجامع. أيها المسلمون، ولما كان صاحب القرآن ذا شرف ومنزلة عالية، كان النبي صلى الله عليه وسلم
يوم أحد يجمع بين الرجلين والثلاثة في كفن واحد، فيقول أيهم أقرأ لكتاب الله، فإذا أشير إلى أحد قدمه في اللحد. ولشرف حامل القرآن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لإمامة الناس في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. يعني لا يقدر أن يأتي رجل فيؤم إنسان، يعني صاحب البيت، يؤمه في بيته أو في مسجده. ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يعني لا يقعد على فراشه حتى يأذن له صاحب البيت على تكريمته حتى إلا بإذنه. رواه أحمد وهو في الصحيح الجامع. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ في زمانه، لأن الأقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان أفقه. ولو تعارض اليوم فضل القراءة وفضل الفقه فإنه يقدم الأفقه، وهذا عليه أكثر العلماء، لأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر وأمس من حاجته للقراءة، لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور. ممكن يقرأ بإنا أعطيناك كوثر أو آية من آيات القرآن، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، تحتاج إلى فقه الصلاة. انتهى من الفيض أيها المسلمون. والكرم ليس محصورا في إنفاق المال، فإن من أنواع الجود والكرم تبليغ الأحكام الشرعية بأدلتها من القرآن والسنة. فمن كان عنده آية واحدة من كتاب الله ويعرف معناها وما تدل عليه من الأحكام الشرعية، شرع له أن يبلغها لمن لا يعرفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري في صحيحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر المحجلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإنه مما ورد في فضل بعض سور القرآن قوله صلى الله عليه وسلم عن سورة الملك أو في فضلها، قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. والحديث صحيح. قال في الفيض: المانعة من عذاب القبر أي الكافة لعذاب القبر عن قارئها إذا مات ووضع في قبره. انتهى كلامه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في السورة ذاتها:
سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك، والحديث مخرج في الصحيح الجامع. خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، أي دافعت عنه، عن قارئها المداوم لتلاوة القرآن بتدبر وتأمل وتبصر، حتى أدخلته الجنة بما كان، حتى أدخلته الجنة بعدما كان ممنوعا من دخولها لما اقترفه من الذنوب. انتهى من الفيض. ومما ورد أيضا في فضل بعض السور ما ورد في فضل سورة الكافرون عن عبادة بن أخضر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها، والحديث في الصحيح الجامع. إذن نخلص إلى أن سورة الكافرون أيضا من أذكار النوم التي يستحب للمرء أن يقرأها إذا أخذ مضجعه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهذاب همومنا، واجعله شفاء لنا من كل داء. اللهم اجعلنا ممن يتلوه فيسعد، اللهم اجعلنا ممن يعمل به. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك آناء الليل وأطراف النهار. آمين، والحمد لله رب العالمين.